مشاهدينا متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشر هذا الليل، والهدف من النشر هو السلام والتحية للجميع، جميع المشاهدين والمتابعين لي في كل مكان، وأتقدم بالشكر والتقدير لهم جميعا. وتلقيت من بعض الأخوان التوجيهات والملاحظات اللي يتشرف فيها على أساس أن نحسن من المحتوى بقدر ما نستطيع. كذلك فأنني أود أن نتقابل مع شخصيات من كل قبيلة ومن كل منطقة، لأن الهدف هو السوالف الطيبة والعادات والتقاليد الحميدة، على أساس نتذكرها جميعا ونذكر الشباب بما مضى من الآباء ومن الأجداد، وكل منطقة وكل قبيلة زاخرة بعاداتها وبتقاليدها وبالعلوم الغانمة وبالرجال الطيبين في كل منطقة وفي كل قبيلة. ومثل ما قالوا البادية يربن بنات البدو في كل وادي. وأنا أتشرف بالمقابلات، ومثل ما قلت لكم فأنا على استعداد أن نذهب إلى أي شخصية، سواء تاريخية، سواء لديه قصص، سواء شاعر متمكن، سواء حافظ أشعار من الآباء والأجداد، القصائد الهادفة والقصص الهادفة والقصص اللي للتاريخ لها قيمة في أي مكان. فمن عنده أي شخصية ويبان يتقابل معها، وهذا أنا مش معناته أني الهدف أن ينشر له، لا، فالنشر موجود عند ناس إعلاميين لديهم المتابعين بالملايين ولديهم لكن لكي نتعاون على إظهار ما هو جميل بشيء من البساطة اللي يفهمها الجميع، بدون ما نجلس نقدم ونعدل ونلقي رتوش مثل ما يقولون وترتيب. لا، احنا نجيبها على الطبيعة مثل ما كانت ومثل ما هي. سمعتوا؟ ونرجو من الجميع التعاون، فمن لديه أي قصة أو سالفة ويريدنا أن نتحدث فيها أو نتقابل مع أي شخصية فمرحبا ومسهلا. أنا في خدمتكم في أي منطقة وفي أي مكان، ومستعد أن أجي لين أنتم وتقبلوا تحيات أخوكم ومحبكم مفرج.